اسباب الطلاق كاين اللي دابا في كومونتير غيقول لي حنا تزوجنا بعدا، ولكن ما تزوج منين تزوج عرف يعني قبل. اضطريت، كيف كنقولوا فضلت انني ندوي على الطلاق قبل الزواج باش دي معاك فكره قبل ما تزوج. هو اسباب ديال الطلاق كتختلف من شخص الى اخر باش نكونوا واضحين. الاسباب ديالها يعني اول حاجه يعني كيكون الزواج مزروب، يعني عائله ما كتعرف على عائله داكشي بالزربه بقره، فهمتيني؟ دغيا سلام السلام بغينا بنتكم الله يعاون بحال يعني ما فهمتش انا الزواج كيف كيكون بعدا، واش بنادم دغيا ما كاين لا هادي لا هذيك، ما كيعرفوا كيفاش، يعني ما كتسولوا على الراجل، ما كتسولوا على البنت العائله وهذا الى اخره. ثاني حاجه يعني كاين عاوتاني يعني شحال من واحد ما عرفش شنو هو الزواج، يعني الفكره ديال الزواج عنده باقي ما عرفش شنو هو، يعني كتكون عنده قبل العقد فكره، وملي كيتزوج كتكون عنده فكره اخرى، يعني ملي كيدخل الواقع، ملي كيدخل المعقول يعني كيتبدل عليه داكشي، ما كيبقى فاهم والو. هادشي علاش بزاف ديال الناس كيضطروا انهم يسدوا كيوصلوا للطلاق، يعني الحل ساهل. موضوع بصراحه